السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام أينما كنتم، اليوم أقدم لكم مأدبة جميلة فيها قلب يحزن وعين تدمع على فراق أهل القرآن، مع فراق ووداع فضيلة الشيخ عبد الله كامل رحمه الله رحمة واسعة. كان من أهل القرآن، حفظ القرآن وهو صغير ضرير من محافظة الفيوم، رحمه الله رحمة واسعة. والله إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا عبد الله لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. الشيخ عبد الله من الذين وضع الله لهم القبول في الأرض والمحبة في قلوب الخلق، ونحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحد. توفي رحمه الله يوم الأربعاء 26 أبريل 2023 ميلاديا، الموافق 6 من شوال لعام 1444، يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، بعد أن صلى الفجر، وظل يجلس مع أحبابه أو صاحبه إلى أن صلى الظهر، يتسامرون يضحكون طارا ويبكون طارا. وفسر سورة التكوير، قال صاحبه وهو يبكي حينما فسرها وقعت أسرها في قلبه. وبعدها قام ليقيل بين الظهر والعصر، وحينما أتى العصر وافته المنية ورحل إلى ربه رحمه الله رحمة واسعة بأمريكا في ولاية نيو جيرسي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ويجعله من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصته. واليوم نقدم مأدبة بداية من حياته، بداية من القرآن الذي كان يقرأه يمس القلوب ويدمع العيون ويطمئن القلوب وكأنها تبكي. الشيخ عبد الله كان يقرأ ويخرج القرآن من قلبه، فإذا خرج القرآن من القلب وقر في القلب، وإذا خرج من الأذان وقف، من اللسان وقف عند الأذان. كثير ممن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى كالمزامير تغني ولكن تطرب ولا يوقع أثرها في القلوب، لكن إذا وضع الله لك القبول في الأرض وحببك في قلوب الخلق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء العباد التقيين النقيين الخفيين بينهم وبين الله تبارك وتعالى، يرضون بكلامهم وبقرآن الله تبارك وتعالى وجه الله جل في علاه. تعالوا بينا اليوم مقتطفات مع جنازة ومقتطفات من حياة الشيخ عبد الله كامل. تفضلوا معنا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا بما ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وتقا وإيمانا. تفضلوا معنا، اسمعوا الشيخ عبد الله رحمه الله رحمة واسعة. هذا يبث تلاوة أو خطبة، هل مات قارئكم وراح الشاعر، هل مات داعية تردد صوته، يتلو ويدعو ناصحا ويحاضر، يبكون من حزن وبعد سويعة، يبكون من فرح أجاب فأبشروا، وبكت حليلتي الودود، وبكت حليلتي الودود، ودمعها فرح وإشفاق وخوف يزأر، ورسائل الحب النقي تدفقت كالسيل تجرف وحشتي وتبعثر، وبكيت حين سمعت ما
أثنوا به. فبربكم كفوا كفى لا تكثروا. وبكيت حين سمعت ما أثنوا به. فبربكم كفوا كفى لا تكثروا. لا أستحق ثناءكم لكن أريد دعاءكم. لا أستحق ثناءكم لكن أريد دعاءكم. فأنا بحالي أبصر. وبكيت من نفسي على نفسي. أجل أنا ميت في ثوب حي يظهر. وبكيت من نفسي على نفسي. أجل أنا ميت في ثوب حي يظهر. تاني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو سبحانه وتعالى. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله. لكن أنا لدي سؤال يخصني وأختم إن شاء الله. تفضل شيخ. الله يبارك فيك. شيخنا، ما هي أمنيتك؟ أمنيتي في الدنيا ألا يتوفاني الله عز وجل حتى أقدم شيئا عظيما أنصر به دين الله عز وجل، وألا يتوفاني الله عز وجل حتى يشفي صدري في كل من ظلم المسلمين. والأمنية الأعلى أن يجمعنا الله بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. شيخنا الحبيب، حبيب الشيخ الله يحفظك. الله يحفظك. أكرر لك أنني أحبك في الله. وأنا أحبك في الله شيخنا، وأحبك الله وبارك الله فيك. الله يحفظك. وزادك الله صدقا في دعوتك، وزادك الله قبولا وتأثيرا في الناس وفي الشباب على وجه الخصوص. أسأل الله أن يبارك في دعوتك، وأبشرك أن يعني محبيك كثيرون جدا جدا، وتصل إلي كثير من مقاطعك عن طريق شباب يعني سبحان الله ربما ليس لهم علاقة بالدعوة ولا بالمشايخ، ولكن سبحان الله الدعوة المؤثرة تصل إلى نفوس الناس. فأسأل الله أن يبارك فيك، وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا عنده من المقبولين الفائزين برحمته ورضوانه. وأخيرا الشيخ عبد الله كامل ينعي نفسه إلى الأمة بآيات مباركات، ينعي نفسه إلى الأمة بآيات مباركات. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اسمعوا أيضا معنا ثناء الناس عليه، والخطيب عندما يبكيه من فوق المنبر ويعزيه إلى الأمة من فوق المنبر في ولاية نيوجيرسي في أمريكا. تفضلوا معنا. مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لله ما أخذ ولله ما أعطى. إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وإن كل شيء عند الله لأجل مسمى. إن كل شيء عند الله بمقدار، فلتصبروا ولتحتسبوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اصبروا واحذروا واحتسبوا، واعلموا أن كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأصلي وأسلم على من قال له ربه جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أيها الأحبة الكرام، مات أخونا عبد الله كامل، مات صاحب الصوت الشجري والشعر الذي مات من عرفه الناس. هل صليت اليوم عليه صلى الله عليه وسلم؟ أحسب أن هذا الرجل بينه وبين الله جل وعلا شرك، فمجيئه إلى هذه البلاد قبل رمضان وبقاؤه حتى هذه الأيام وبقاء دفنه حتى يوم الجمعة لتحضر هذه الألوف هذه الجنازة التي لم أرى مثلها في هذه الديار والله. وهو الذي ليس له من أخ ولا أخت ولا أب ولا أم هنا وكلنا له إخوة. شاء الله جل وعلا أن يموت في هذا المكان لتشهد هذه الجموع هذه الجنازة المهيبة. مات عبد الله كامل ولم يعمر في الدنيا كثيرا. ظلمه كثير من الناس، ظلمه كثير من الخلق، ظلمه أبناء مدرسته والمخالفون لمدرسته والمعادون لمدرسته. وتالله ووالله لو أن هناك منصفون من البشر لظل هذا الرجل في بيته وداره وبلده يعلم الناس العلم ويهدي الناس إلى الله جل وعلا. لكنها تلك هي الحياة الدنيا. كان من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان، ربما داعيا إلى الله جل وعلا وتاليا لكتابه، لكنه في المقام الأول كان باحثا كغيره من الدعاة عن لقمة العيش. وعزاؤنا أن تكون نيته لله جل وعلا. ولئن مات عبد الله كامل ووالله هناك من هو أندى منه صوتا وهو صاحب الصوت النبي، وهناك من هو أكثر منه حفظا وهو صاحب الذاكرة القوية، وهناك من هو أكثر منه علما وهو صاحب علم وفضل. لكني أحسب أن الله جل وعلا أخذه قبل 40، وإن له من الأجر والعلم والفضل ما يفوق ناسا كثيرين. لقد مات في هذا العمر
وهناك من شيوخه من لم يبلغوا مثل ما بلغ. أحسب أن له عند الله جل وعلا سر. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يجعل الليلة خير لياليه. اللهم اغفر له وارحمه، سامحه واعف عنه، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم كما قرب الناس إليك فادن منه برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل عليه شياطين رحمتك. اللهم علمنا أنه داعيا إليك تاليا بكتابك مؤمنا بك. اللهم كما فعل ذلك اجعل هذا خالصا لوجهك الكريم وزده نورا يا ارحم الراحمين. اللهم كما حرم من البصر في الدنيا فلا تحرمه من لذة النظر الى وجهك الكريم يوم القيامة. اللهم لا تحرمه من لذة النظر الى وجهك الكريم يوم الدين. اللهم امين امين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.